لدينا أحلام كبيرة نريد أن نحققها. يمر الوقت بسرعة وتنقضي العشرينات ثم تنقضي الثلاثينات ثم نذهب إلى الأربعينات وحتى الخمسينات لنقف مع أنفسنا قليلا وننصدم أننا لم نفعل شيئا من أهدافنا وأحلامنا وخططنا. ماذا حصل؟ كيف مر الوقت بسرعة وانقضى دون أن نحقق أي هدف من أهدافنا؟ كيف نحدد أولوياتنا؟ وكيف ننظم وقتنا لإنجاز هذه الأهداف وهذه الطموحات على أرض الواقع؟ كل هذا وأكثر سوف نحله ونتحدث عنه في حلقة جديدة من برنامجكم في قوارير على فضائية السلام. معنا هذه الحلقة الأستاذة خديجة برهان. مرحبا بك أستاذة خديجة برهان، هي مستشارة أسرية ولايف كوتش. مرحبا بك أستاذة خديجة معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياتك أنت ومتابعينك الكرام. أستاذة خديجة، أين يكمن أهمية الوقت واستغلاله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية الوقت سبحان الله هو كما قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالوقت لأنه شيء غير مادي وغير ملموس، لكنه يظهر كأثار ونتائج لما تم التعامل معه، لا يحسن الناس أو لا نحسن استغلاله بالطريقة الجيدة والمناسبة جدا. الوقت هو عمر الإنسان، الوقت هو الدقائق، الوقت هو حياته، الوقت هو الحاضر والمستقبل والماضي. لذلك يتم التعامل معه بقلة اهتمام، كأنه هو موجود ومتوفر طوال الوقت مع الأسف الشديد. وهذا يحدث بالغالب مع الأشخاص الذين ليس عندهم خطط أو أهداف أو آمال يسعون في تحقيقها أو طريقة في الحياة يسيرون من أجلها. لذلك يعتقدون أن الوقت دائما موجود، فاليوم موجود وغدا موجود والسنين القادمة موجودة، فلما العجلة ولما هذه السرعة والتسارع في أن أستغل الوقت بشكل جيد؟ فهذه هي أعظم إشكالية، أن الوقت موجود لكن لا أحد يستغله ولا أحد يدرك أن هذا الوقت هو من أعمارنا نحن، فهو يتناقص بتناقص أعمارنا. صحيح. وبما أنه يتناقص الوقت مثل ما يتناقص أعمارنا، هناك الكثير من الفتيات لا تهتم لوقتها، لا تهتم لأن ترتبه ولا تنظمه، ترى أن ذلك موجود، دائما الوقت موجود. كيف ستكون حياتها؟ الشخص الذي أو الفتاة التي ترينها لا تهتم بوقتها، اعرفي تماما، خذي قراءة بسيطة جدا عما سوف يكون عليه واقعها. معناها أن هذه الإنسانة سوف تعيش اليوم في حياتها بشكل ارتجالي أو حسب كما تأتي به الظروف، فسوف تعيش على حس المفاجآت. يحدث أمر ما تتفاعل معه، يحدث شيء ما تعيش معه فقط لكن بدون خطط، وهذا طبعا يؤدي إلى الضياع. لأن الإنسان الذي ليس له خطة فهو سوف يكون ضمن خطط الآخرين، بغض النظر ما هي نوعية هذه الخطط، هل هي سيئة أم غير جيدة. لذلك من لن يهتم بوقته اليوم ويعرف قيمته ويحسن استغلاله سوف يعيش فقط على الأوهام والأحلام، وسوف ينقضي العمر ثم يتوقف في لحظة يكتشف أنه قد هدر الشيء الذي لا يهدر ولا يستعاض عنه أبدا بأي شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث يقول: كل يوم يصبح فيه ابن آدم هناك ملكان، يقول ملك يقول إيش؟ يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلا إلى يوم القيامة. معنى هذا أن كل يوم هو مولود جديد ولا يتكرر، حتى لو بدا لنا أنه موجود أو متكرر فهو لا يتكرر على الإطلاق. وهذه حقيقة بالفعل. يعني إذا تأملنا قليلا أوقاتنا ستجد أن اليوم ليس كالأمس ولن يكون كغدا. الشيء الوحيد الذي يجعل التشابه هذا هو لأجل نحن نبقى في مشاعر واحدة، إما مشاعر ملل، اليوم أعيش بملل فأنتقل للغد الذي هو جديد بنفس المشاعر، فأظن أن اليوم وغدا نفس الشيء، والحقيقة أنه ليس نفس الشيء، إنما أنا الشخص هو فقط الشيء المتكرر في هذا اليوم. جميل. وكيف أستطيع تنظيم وقتي لكي أستغل الوقت أحسن استغلال؟ سبحان الله، الإسلام جاء في هذا الموضوع يعني علمنا أفكار كثيرة جدا بشكل مباشر أو غير مباشر. مثلا مسألة الصلوات الخمسة، الصلوات الخمسة هي تقسم لك اليوم تقسيما جيدا. يعني تخيلي أن أول صلاة تبدأ بالفجر في أول النهار، ثم بعد ذلك في وقت الظهر صلاة الظهر، ثم العصر، بين المغرب وبين الليل والنهار
تأتي صلاة العصر، ثم يأتي وقت المغرب في أول الليل، ثم العشاء في آخره. هذا التقسيم يستطيع الإنسان الذي لا يحسن استغلال وقته أن يستخدمه كأساس لتنظيم وقته، فيحدد الأعمال التي سوف يقوم بها بين هذه الأوقات، بين الصلوات أو في بداية الصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية. هذا لمن لا يعرف كيف يستغل وقته. أما لمن يعرف كيف يستغل وقته، يستطيع أن يستغل وقته بناء على الهدف الذي يعيش من أجله. إذا كان عند الإنسان رؤية أو هدف يعيش من خلاله، يستطيع أن ينظم وقته وحياته بناء على هذا الهدف وكيفية الوصول إليه والوسائل التي سوف يستخدمها للوصول لهذا الهدف، فيضع خطة يسير عليها وينضبط بها ويرتب حياته على هذا الأساس، فيستمتع بوقته ويستمتع بالرحلة ويصل للهدف الذي يريد أن يصل إليه من خلال تنظيم الوقت. بهذه الكيفيتين يستطيع الإنسان أن يسير في الحياة بشكل مبسط جدا. أي نعم، في الواقع الحالي يوجد أفكار كثيرة، لكن أبسطها التحديد الوقت من خلال الصلوات أو من خلال الهدف الذي أعمل عليه وأريد أن أصل إليه. جميل. هناك الكثير من الفتيات لا يعرفن كيف يحددن أولوياتهن، فما الطريقة المثلى لتحديد الأولويات؟ السؤال أعتقد السؤال المناسب أنه ليس الطريقة المناسب لتحديد الأولويات، إنما لماذا هؤلاء الفتيات أو غيرهم لا يستطيعون تحديد الوقت المناسب للقيام بالأعمال أو تنظيم أمورهم؟ هذه مسألة تعود إلى التربية أساساً، تربية البيت، تربية المجتمع، تربية البيئة التي أتواجد فيها. إذا كنت أتيت من تربية أو بيئة تحافظ على وقتها، بشكل تلقائي الأطفال يقلدون ما يرونه فيبدأون ينظمون حياتهم. حتى نحن أيضاً سوف نتدخل في هذا الأمر وننظم حياتهم. العمل الآن الأصعب هو تعليم الناس كيف يحافظون على وقتهم وينظموا وقتهم، لأن البيئات لا تشجع والطموحات غير موجودة والإحباطات كثيرة والفرص قليلة والمثبطين أكثر. لذلك تعليم الناس هذا الأمر أصبح شاقا جدا ومتعبا جدا، والكثير من المحاضرات تدور حول هذا الأمر، لكن أعتقد لم نكن نحتاج إلى المحاضرات الكثيرة في هذا الجانب لو كان عندنا هدف نعيش من خلاله أو معه. لذلك نعود نقول أنه الأساس هو التربية، يجب أن تعتدل وتنتظم حتى تستطيع الفتاة اليوم أن تنظم نفسها ووقتها. لكن طبعا ما شاء الله تبارك الله هناك فتيات عندهم طموح، لذلك يتجاوزوا هذا كله ويسيرون مع طموحهم وأهدافهم من خلال تنظيم وقتهم وبذل الجهد في الوصول لما يريدون أن يصلوا إليه. جميل. وبما أنه هناك فتاة ربيت مثلا على اهتمام بوقتها والتزامها بمواعيدها وغيرها، وصلت إلى مرحلة كثرت عليها الأهداف وتشتتت ولم تعرف كيف تحدد الأولويات لإنجاز مهامها، فهل هناك طريقة تجعلها تنجز هذه المهام من طريق هذه الأولويات، ترتب أولوياتها؟ نعم. اسمه ترتيب أولويات، معناها أن أقوم اليوم بالأهم فالمهم فالأقل أهمية. هذا هو أسهل نظام، يعني أهم الأشياء ثم المهم ثم الأقل أهمية. وحتى الأهم هذا نحتاج أن نعرف هل هو مستعجل أم ضروري أم يمكن تأجيله قليلا. بهذه الطريقة نقسم نحن أهدافنا وأولوياتنا، فليس كل أمر أهم هو أولوية عاجلة، إنما يمكن بعض الأمور الأهم أن تؤجل قليلا لأنها تأخذ وقت كثير جدا. فبهذه الطريقة فقط نستطيع أن نبدأ بالأهم فالأقل أهمية وتنازليا بهذا الشكل. هذا طبعا إذا كان الإنسان عنده يعني همة عالية، لأنه هذا أصعب شيء، أن نضبط سلوكياتنا وتصرفاتنا من خلال القواعد هذه، الأهم فالمهم فالأقل أهمية. جميل. وهناك أيضا أستاذة خديجة مشكل عويص يواجه الكثير من الفتيات اليوم، ألا وهو مشكلة عدم الالتزام بخططهن والتشتت، فكيف يستطيعون محاربة هذا الأمر؟ عدم الالتزام معناها عدم الانضباط، معناها أنني اليوم لا أخذ أفكاري وأهدافي على محمل الجد. فإذا لم أكن أخذ حياتي على محمل الجد ولا قراراتي أو أهدافي وطموحاتي، معناها أنني لن ألتزم ولن أنضبط وسوف أسير حسب ما تأتي به الريح. فاليوم أنا نشيطة سوف أقوم بكل شيء، وغدا أقل نشاطا لن أقوم بأي شيء. هذا معناها أنه نحن عندنا إذا مشكلة عدم الالتزام.
لأنه للوصول إلى الأهداف ولتحقيقها يجب أن يكون عند الإنسان رغبة حقيقية، ثم التزام، ثم السير على خطة مدروسة في هذا الأمر. إذا لم يكن عند الإنسان رغبة حقيقية تؤرقه ولا تجعله ينام ويفكر في هدفه هذا ليل نهار كيفما تقلبت به الحياة، ولم يكن عنده التزام ولم يكن عنده أسلوب أو خطة للوصول لهذا الهدف، فهو سوف يتقلب مع حسب الظروف، سوف يلتزم مرة ويترك أخرى، ثم يشد عضديه قليلا ثم يتنازل أخرى، بهكذا الطريقة سوف يسير. إذا نحتاج الالتزام والجدية في أداء الأعمال. جميل. وكيف نكتسب أيضا هذه الجدية؟ هل هناك مثلا دافع داخلي أو هناك دافع خارجي لهذا الأمر؟ نحن بصفتنا مسلمين الأصل في تربيتنا وثقافتنا الإسلامية وفي ديننا أننا نلتزم. التزام الإنسان بأداء الصلوات الخمسة في وقتها هذا أكبر دليل على أن عند الإنسان قدرة على هذا الالتزام والانضباط. لماذا يحافظ الإنسان على الصلوات الخمسة؟ لعلمه أنها واجبة عليه وأن الله سوف يحاسب عليه وأن مصيره الأخروي متعلق بها. إذا الالتزام بالصيام شهر رمضان، لماذا نلتزم طوال 30 يوما في رمضان أن نصوم في وقت واحد ونفطر في وقت واحد؟ لعلمنا أن هذا تكليف من الله وأن هذا أمر لا ينبغي ولا يصح ولا يمكن أن نتجاوزه ونتعامل معه بسهولة ويسر. إذا هذا الالتزام والانضباط أساسا موجود في ديننا الإسلامي. اليوم نحن ابتعدنا كثيرا عن تطبيق الإسلام في واقع حياتنا وتطبيق أفكاره وتبنيها، وأصبحت هناك أفكار كثيرة دخيلة ونماذج نريد أن نقتدي بها وهي نماذج أساسا ليست إسلامية، لذلك يستصعب علينا أن نسير مع هذا الشيء. لو أدركنا اليوم أننا كمسلمين محاسبين على هذا الوقت وأن هذا الوقت له قيمة وأن هذا الوقت هو مشروعي الذي أعمل من خلاله لبناء الحياة الخالدة لنفسي في الآخرة، وأن هذه الدنيا هي محطة مؤقتة وأن هذا الوقت هو مؤقت، هذه الأفكار ربما تحفز بعض الناس وتشجعهم للنظر للموضوع أنه مسألة مصيرية ومسألة حياة يعني طويلة الأمد في الآخرة. لكن هذه الحياة أنا من أقرر كيف سوف تكون من خلال استغلال وقتي. هذا أعتقد أعظم شيء اليوم نستطيع أن نفكر فيه، أننا في الإسلام نحاسب على هذا الوقت أيضا، سواء استخدمناه أم لم نستخدمه فهو عمرنا الذي نسير به وسوف نحاسب ونسأل عنه. أعتقد أن هذه الفكرة بحد ذاتها مخيفة لمن يستخف بوقته ويستهتر به. لذلك الأفضل أن نعود إلى الأصل، كيف كان الإسلام أو كيف ينظر الإسلام لمسألة الوقت وكيف يتعامل معه وكيف ينظر له وكيف يجازي الإنسان على وقته هذا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا يقول؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني كيفما سعى الإنسان استغل وقته سوف يحصل على هذه النتيجة التي يريدها بإذن الله تعالى. فإذا المسألة مربوطة بالسعي واستغلال الوقت أفضل استغلال. جميل جدا، شكرا لك يا أستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل ونعود، ابقوا معنا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مجددا عدنا إليكم بعد الفاصل من برنامجكم قوارير على قناة السلام الفضائية. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع كيفية تنظيم وقتكم وأهمية تنظيم الوقت لأجل تحقيق الأهداف وخططكم في الحياة. مرحبا بك أستاذة خديجة مجددا معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، حياك الله. حياك الله. أستاذة خديجة، السؤال الذي يطرح ذاته، بما أننا فهمنا أن ضرورة احترام وأهمية الوقت واستغلاله وأهمية تحديد الأولويات أيضا، ما هي الطريقة المثلى أو الأفضل طريقة لأجل تخطيط للأشخاص، التخطيط الشخصي؟ أفضل طريقة هي من خلال الأهداف قصيرة المدى، الأهداف طويلة المدى، الأهداف الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية. عندما يخطط الإنسان إنجازاته في هذا الأسبوع، ينبغي أن أقوم بهذا وهذا وهذا في هذا الأسبوع ويجب أن أنتهي منه خلال 7 أيام، يبدأ يضع خططه بناء على الهدف الذي يرغب في الوصول إليه في هذا الأسبوع.
النجاح للوصول للهدف في هذا الأسبوع يحفز الإنسان للسير بنفس الخطة الأسبوع التالي، فبالتالي سوف يكون على مدار 4 أسابيع ضمن خطة ونظام معين، فسوف يكتشف أنه خلال شهر أنجز أمرا ما. إذا دخل بدون أن يضغط على نفسه في خطة الشهرية للوصول لهذا الهدف. ثم عندنا الهدف التالي اللي هو الخطة النصف سنوية، دعينا نقول هكذا، أو كل 3 أشهر ربع سنوية مثلا، أو 4 أشهر. تقسيم الأهداف يساعد الإنسان على ترتيب وقته بناء على هذه الأهداف لكي يقيس مراحل الوصول إليها أو كيفية الوصول إليها. هذا التقسيم يساعد الإنسان على تدريبه من مسألة ترتيب وقته واستغلاله وإحسان التعامل معه من خلال رؤيته للنتائج التي سوف يصل إليها. أعتقد أن أبسط من هذه الطريقة لن يكون هناك يعني خطة بسيطة، لأنه الأهداف ما هي الأهداف؟ كل هدف كبير يمكن تجزئته إلى أهداف صغيرة والعمل على تحقيق أو الوصول لنتائج من خلال هذه الأهداف الصغيرة لرؤية الهدف الكبير مكتملا. كل هذا يحتاج وقت. إذا أنا أقسمه وأقسم الوقت وأقسم الساعات وأقسم فترات بذل الجهد لاتجاه هذا الهدف والسير إليه. هذا النجاح يؤدي الإنسان ويمرنه ويوجد لديه عادة استغلال الوقت، لأنه سوف يعرف النتيجة التي سوف يترتب عليها من خلال وصوله للهدف، والسعادة التي سوف يحصل عليها من خلال الإنجاز. شعور الإنجاز شعور عظيم جدا، يعني يساعد الإنسان للسير للخطوة التالية. إذا نعود نقول تقسيم الأهداف إلى أهداف قصيرة، أهداف أسبوعية، أهداف شهرية، أهداف ربع سنوية، ثم نصف سنوية، ثم أهداف سنوية. في آخر السنة يستطيع أن يرى الإنسان ما الذي قدمه وما الذي فعله كإنجاز. الحافز الذي يساعد الإنسان في هذا الأمر هو أن يحدد بالضبط الهدف الذي يرغب في الوصول إليه، ثم يكتب هذا الهدف. وهذه الطريقة مجربة لأنها تبرمج العقل الباطن، أن يكتب الهدف بشكل كبير جدا كعنوان أساسي، ثم تفاصيل هذا الهدف وما الذي سوف يترتب عليه الوصول لهذا الهدف، ووضع هذه الكتابة في مكان بارز يستطيع الإنسان أن ينظر إليها طوال الليل والنهار، أنها صورة أمامه، فيبرمج عقله على إدراك هذا الهدف وأنه يجب أن يعمل لذلك، فيشحن الإنسان طاقته وقدراته وهمته في السير نحو هذا الهدف. مشكلتنا أننا كل الأهداف في ذهاننا مخفية ونعتقد أننا نراها. نحن لا نراها، ما نراه هو باستخدام العين فقط وليس باستخدام العقل. دائما ننصح نحن ونقول يجب أن نكتب ما نريد أن نفعله ونضع هذه الكتابة في مكان بارز حتى نرى ما الذي يدور داخل عقولنا، فيساعدنا هذا على تنظيم وقتنا، تنظيم جهدنا للوصول للنتيجة المرغوبة. جميل جدا. وما هي أيضا الطريقة المثلى وأفضل طريقة لتنظيم الوقت؟ هو بطريقة تقسيم الأوقات، إما عبر الصلوات وتحديد المهام من خلال هذه الصلوات لإنجاز هذه المهام. وهذه طريقة بسيطة جدا، يعني سهلة جدا، أنه أنا أخصص وقت الصلوات أو ما بين الصلوات لإنجاز الأعمال، وأستغل كل وقت فراغ في بناء نفسي وبناء عادات إيجابية. مثلا الأشخاص الذين يرغبون في قراءة كتاب معين لكن لا يجدون وقتا، في الحقيقة هناك وقت انتظار الباص أو الحافلة، الوقت الذي أجلس فيه حتى أصل إلى هدفي، الوقت الذي أقضيه في تناول الطعام. إذا أنا استغللت هذه الأوقات الصغيرة جدا الضائعة بين اليوم كله، سوف أكتشف أنني في نهاية هذا اليوم أو في نهاية هذا الأسبوع قد أنجزت قراءة هذا الكتاب الذي سوف يؤهلني للوصول للنتيجة التي أرغب إليها في الاتجاه الذي أسير فيه في الحياة. إذن التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط، واستغلال كل وقت للوصول لهذا الهدف. تخطيط وهدف يساعد الإنسان بإذن الله تعالى على تنظيم وقته وترتيب حياته والوصول للأهداف التي يرغب فيها. جميل. وهل تنظيم الوقت يساعدنا في التخلص من العادات السلبية؟ أكيد. أساساً من أين أتت العادات السلبية؟ من الفوضى التي يعيش فيها الإنسان الذي عنده عادات سلبية يعيش في فوضى وليس له خطة يعيش من خلالها، وحياته ليس له هدف يعيش من خلاله، وليس هناك شيء يطارده في هذه الحياة، فيأتي إليه الملل. والملل عندما يأتي لا يأتي لوحده، يبدأ للقضاء على الملل، يبدأ في عادات سلبية في تناول الطعام،
بإسراف تناول الطعام بشكل عاطفي فيصاب بالسمنة، أو النوم الكثير فيصاب بالخمول، أو تجربة عادات سيئة جدا من خلال تقليد الناس فيؤدي ذلك إلى الدخول في مراحل الإدمان بأي شكل من الأشكال. ثم بعد ذلك يعتاد على التسويف وتضييع الوقت فيكتسب عادة سيئة جدا، وهي عدم الاهتمام بهذا الوقت وعدم استغلاله، فيصبح إنسان مهملا جدا يعني. فإذا أحتاج أنا اليوم الضبط السلوك من خلال إيجاد عادات جيدة، وأفضل عادة هي استغلال الوقت. عندما أستغل وقتي بشكل جيد لن يكون هناك مجال لوجود عادات سلبية سيئة. أي عادة سلبية هي تأتي من الفراغ وعدم التخطيط للحياة التي أعيشها. إذا كان إنسان عنده خطة لا يمكن أن يسمح أن يتسلل إليه أي عادة سلبية تعيقه في السير نحو هذه الخطة. جميل. وهل تنظيم الوقت يكسبنا عادات إيجابية؟ أعظم عادة سوف يكتسبها الإنسان تنظيم وقته. معنى أن يكون الإنسان عنده تنظيم للوقت معنى عنده هدف يريد أن يصل إليه بغض النظر عن نوعية هذا الهدف، لأن تنظيم وقته معنى أن ينظم أوقات الأكل، أوقات الشرب، أوقات النوم، أوقات اللقاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. طبعا هذا الضبط، وهذا الضبط للسلوك ولاستغلال الوقت سوف يكسب الإنسان الذي بالذات عنده خطط لحياته، سوف يكسبه مهارات أخرى في التواصل الجيد، في التواصل الاجتماعي، في قوة التخطيط الشخصي، في بناء العادات الإيجابية. سوف يكتسبها من أول عادة وهي تنظيم الوقت. كل مشاكلنا نحن تدور مع مسألة عدم استغلال الوقت بشكل جيد، ودائما عندنا أعذار وحجج لعدم الاستغلال هذا. جميل. وإن كنت طالبة كيف يمكنني تنظيم وقتي لأجل الدراسة؟ الدراسة بحد ذاتها تحتاج إلى تنظيم شديد جدا، منذ الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، ثم قضاء الوقت بعد ذلك في كتابة الواجبات وصياغتها، في مراجعة الدروس والتحضير لها، ثم الاستعداد للامتحانات، ثم النوم، ثم مشاركتهم. لكن أنا أعيب بعض الأحيان على من يدرس أن يجعل كل وقته للدرس فقط، وهو غير صحيح. يستطيع الإنسان بتنظيم وقته أن يجعل جزء من وقته المنظم هذا للدرس، وجزء منه لممارسة هوايات، وجزء منه لمشاركة العائلة في تحمل بعض المسؤوليات. فالوقت طويل جدا، لكن نحن مشكلتنا فقط هي في التنظيم. فإذا وضع خطة تنظيمها يسهل علينا إنجاز أي مهمة في أي وقت كان، ولا نصاب بالمفاجآت الغير سارة بسبب الفوضى التي نعيشها. جميل. هل توجد برامج إلكترونية مثلا حديثة تساعدنا في تنظيم الوقت؟ كثير من البرامج موجودة الآن لتنظيم الوقت. بعض البرامج مرتبطة بالأجهزة الجوالات. بعض الجوالات هناك تطبيقات كاملة خاصة بهذا الجوال تقوم بتعطيل الجوال أو بإيقاف كل ما فيه في تحديد وقت معين. مثلا بعض البرامج عندما تحددين أنه من 7 صباحا إلى 7 مساء يعمل الجهاز، يعمل في هذا الوقت. 7 مساء يطفئ الجهاز، يخرج تماما ويدخل في وضعية السكون بشكل كامل جدا، بحيث لا يعطيك تنبيهات ويفصل تلقائيا فيساعد. لكن السؤال المهم، كم شخص يستخدم هذا التطبيق الموجود على جهازه؟ لا أحد. هناك تطبيقات تساعد على تحديد أوقات التواجد على بعض البرامج التواصل الاجتماعي، لكن نحن نحمل التطبيق على الجهاز لكن فعليا لا نستخدمه، مع أن هذا يعطينا قراءة لكمية الوقت التي نقضيها في هذه البرامج. بعض التطبيقات تعطيك جداول حتى ترتبي عليها أولوياتك فتضعي المهام، ويخبرك ويعطيك تنبيهات أن هذه المهمة لم تتم، أن هذه المهمة تم تأجيلها، أن هذه المهمة تم إنجازها. ولكننا نحن لا نستغل كل هذه الأشياء. لماذا لا نستغلها؟ لأنه أساساً نحن ليس عندنا الرغبة لاستغلال أي شيء، لاستغلال الوقت. ولا الإنسان إذا عنده همة وهدف يسعى للوصول إليه، فالاختراع الحاجة أم الاختراع. سوف يخترع هو النظام الخاص الذي يتناسب معه ومع وقته ومع عاداته ومع مزاجه فيسير عليه، ولن يحتاج أبدا لهذه الأجهزة أو التطبيقات أو البرامج الموجودة على أي جهاز نمتلكه اليوم. البرامج كثيرة جدا والمعينات كثيرة، لكن أين هو الشخص الذي يستغل هذه التطبيقات فيما يخدم أهدافه؟ جميل. وأحيانا كثيرة يفشل الناس في تنظيم وقتهم، فبيدعون الفكرة تماما ويقول لك خلص أنا لم أستطع النجاح، إذن أنا لن أنجح أبدا في تنظيم وقتي، فيترك هذه الفكرة تماما. ما الحل لهذه المشكلة؟
هو أساسا حكم على نفسه أنه لن ينجح ولن يفعل، والعقل ماذا يقول؟ نعم لن تنجح لأن ليس عندك المقومات، وهذا دليل العجز وعدم الرغبة في الوصول لأي شيء. يعتقدون الناس أن الحياة هي صعبة أو سهلة، هذا مفهوم يعني. الحياة ليست سهلة وليست صعبة، الحياة تحتاج تنظيم فقط. لذلك يريد الناس عندما يرون الناجحين يعتقدون أن هؤلاء الناجحين استيقظوا صباحا ووجدوا نفسهم ناجحين، فلماذا لا أكون مثلهم؟ النجاح هو عبارة عن نجاحات صغيرة وجهد صغير جدا لكنه مستمر حتى نصل لهذا الشيء. إذا الإنسان الذي يحكم على نفسه ويطلق على نفسه الأحكام بهذا الشكل خلاص ماذا نستطيع أن نفعل له؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجب أن يغير أفكاره وقناعاته حتى يستطيع أن يصل للنتيجة التي يرغب إليها. لا نستطيع أن نفعل له شيئا نحن. إن شاء الله يا رب. شكرا لك أستاذة خديجة برهان على هذه اللقاء الشيق الممتع أيضا والمفيد جدا على موضوع ضرورة وأهمية تنظيم الوقت والتخطيط الجيد لأهدافنا وحياتنا. سؤال أخير أستاذة خديجة، هل ديننا الإسلامي يحثنا على تنظيم الوقت؟ الدين الإسلامي يأمر وليس يحث، إنما يأمر باستغلال الوقت. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني هذا الوقت إذا لم يتم استغلاله بشكل جيد الإنسان هو الخاسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا المؤمنون الذين يؤمنون أن هذه الدنيا مرحلة مؤقتة في الحياة الدنيا، وأن الدوام والخلود هو في الآخرة، فيستغلون هذا الوقت بما يحبه الله ويرضاه. هذه آية صغيرة جدا لكنها تتحدث عن هذا الوقت، وأن الإنسان كيفما يستغل وقته سوف يكون هو الرابح أو الخاسر. لذلك ديننا هو أعظم دين، هو الدين الأوحد في مسألة استغلال الوقت ومعرفة قيمة الوقت بالنسبة للإنسان. أستاذة خديجة برهان، بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة. شكرا لكل مشاهداتنا الكرام على متابعتكم الحلقة لختامها. نلتقي وإياكم في عدد جديد قادم من برنامج قوارير. إلى اللقاء.